وهنعمل احلى بيتي فور السنه دي. ما شاء الله عليه تحفه جدا ودايب جدا. غيرت حاجه بسيطه كده في المقدار اللي متعوده عليه، ولكن بجد كان ليه اختلاف كمان كبير. ما شاء الله عليه البيتي فوريه طلعت دايبه دايبه دايبه. ما شاء الله عليها تحفه زي ما انت شايفه. اللهم بارك. شايفين الدوبان بتاعها وقد ايه كمان التسويه. كمان هقول لك على طريقه التسويه الصح، واي حاجه ممكن تقف معاكي هنعالجها بكل سهوله. ويلا بينا نشوف عملنا ايه. وفي البدايه كده صلوا على خير الانام حبيب الرحمن ومسك الختام المصطفى عليه الصلاه والسلام. ويلا بينا نشوف عملنا ايه. شايفين البسكوت ده انا عملته كده بالمربى ما شاء الله عليه. ودخل في الفرن بالمربى كان تحفه جدا ودايب جدا. معايا 800 جرام من الزبده. الزبده كانت بدرجه حراره الغرفه، كانت في الفريزر وطلعتها قبلها بثلاث ساعات ولا حاجه لحد ما ساحت كده. تمام. وبعدين بدات اوزنها بالشكل ده. خدت 800 جرام من الزبده، معاكي 300 جرام لغايه 350 جرام من السكر البودر. انا كمان حطيت اقل من كده لان يعني 250 جرام عشان بس موضوع اللي انا هحط مربى لسه هحشي بمربى وشوكولاته وكده والحاجات دي كلها هتخليه سكر زياده. تمام. لكن احنا معانا من 250 لحد 350 جرام من السكر البودر. ونحوليهم كده مره واتنين كمان عشان ما يخرصش معاكي. وهاتي كيلو من الدقيق. انا استخدمت سنبله الفرات هنا، انت ممكن تستخدمي اي متعدد استخدامات عادي بس يكون درجه كويسه. بالاكواب المعاييريه الدقيق هيكون 5 اكواب، وبالنسبه الزبده هيكون 4 اكواب. تمام. وبالنسبه للسكر هيبقى 2 من السكر البودر. هنبتدي نضرب في الزبده وبعد كده ننزل عليهم بالسكر ضرب كويس جدا لحد ما اللون يفتح والقوام يتقل ويبقى كريمي خالص. وخدي بالك برضو تحاولي تقلبي من تحت كده لفوق، تتاكدي ان قاع الحله ما فيهوش اي سكر من تحت. وقبل ما ننزل البيض هشيل كده معلقه على جنب وهقول لك هنعمل بيها ايه دلوقتي. لو انت بقى حاطه اللي هو المضرب السلك، تمام، هتشيليه وهتحطي الكف. انا عجنت من الاول للاخر بالكف. تمام. طبعا في البدايه على سرعه منخفضه خالص، وبعدين عليته خالص لمده ربع ساعه لحد ما تعجن كويس بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا الطبيعي ان هي بتكون بتلزق. غطيها كده لحد ما تحضري القمع بتاعك. القمع اللي استخدمناه اللي هو بتاع البيتفور الرفيع ده. تمام. وكمان استخدمت بتاع البلح الشام، بس طبعا دوت بتبقى حسب الضغطه زي ما انت شايفه كده. يعني لو ضغطتي جامد هتديكي هتبقى كبيره قوي، لو ضغطتي بالراحه ممكن تاخدي شكل صغير، وده طبعا حسب رغبتك. زي ما انت شايفه كده نبتدي بقى ننزل. هنعمل تيست كده للعجينه، ناخد كده 1 2 3 ونحطهم في الفرن عشان نشوف بقى ايه لو فيها اي مشكله. طيب لو العجينه فرشت معاكي هتحط لها معلقه او 2 من الدقيق وتلميها تاني كده بصوابع ايديكي، وهترجع زي الفل. وهتجربيها تاني برضو هتلاقيها تحفه باذن الله. طب لو لقيتيها يعني ناشفه معاكي، لو ناشفه يبقى محتاجه معلقه زبده، ولكن المقدار ده مظبوط جدا وباذن الله هيطلع مظبوط معاكي، مش هتحتاجي اي حاجه. هتشوفي دلوقتي التيست اللي عملناه وقد ايه طالعه بنفس الرسمه اللي دخلناها عليها. ما شاء الله عليها تحفه جدا. شكل الورده ده هجيب معلقتين من الدقيق كده او معلقه واحده بس من الدقيق، احط فيها صباعي، اعمل كده زي يعني ادخلها في المنتصف كده بالشكل ده. تمام. ده بقى عشان خاطر احط فيها ايه، احط فيها مربى. هجيب كده مربى، اجيب كيس تلاجة واحط فيه معلقتين من المربى، وابتدي انزل كده ايه، اجيب البوز بتاع الكيس واقصه واحط بالشكل اللي انت شايفاه دوت مربى، وادخلها الفرن على درجه حراره 160 لمده تلت ساعه. لو الفرن عندك عاليه تخلي الشبكه بتاعتك. شايفه التست ما شاء الله، شايفين البسكوت البتيفورايه عامله ازاي. تمام. زي ما قلنا لو لقينا الفرن عاليه، لو الفرن عندنا عاليه فعلي الشبكه بتاعتك عشان ما تخسريش الخبيز بتاعك. تمام. وتبقى براحتها خالص خالص لحد ما تاخدي الدرجه اللي انت عايزاها. تمام كده. هو ياخد من ربع لتلت ساعه تسويه. هنا بقى شكل الكمبيوتر، عملت شكل الكمبيوتر كمان، واي شكل انت حباه ابتدي اعمليه. تمام. وعلى الفرن دخليه لمدة زي ما اتفقنا لمدة تلت ساعة على درجة حرارة 160. هاتي بقى الجزء اللي هنعمله بالشوكولاتة. تمام. هحط عليه 3 معالق من الكاكاو الخام، ومعلقة الكريمة او الزبدة على السكر اللي احنا شلناها في البداية دي، هي اللي هنحطها هنا على كمية الشوكولاتة دي عشان بس ايه نوازن الدنيا، عشان احنا حطينا هنا يعتبر كأنه دقيق بالظبط. فحطيت المعلقة اللي انا شلتها على جنب. تمام. هتطلع المقدار مظبوط جدا ما شاء الله عليه تحفه. شايفين شكله ما شاء الله عليه قمر والله.
هنيجي بقى لمرحله التزيين. تعالى اقول لك تكيه حلوه قوي للناس اللي عندها اير فراير. تمام، لو انت بقى عايزه تسيحي الشوكولاته هقول لك هتسيحيها ازاي بطريقه سهله جدا، في 3 دقايق هتكوني خلصتيها من غير تعب ولا مجهود. تمام، هقطع الشوكولاته بالشكل دوت. دي شوكولاته دارك معايا، ومعايا فرماسيل الوان، ومعايا جوز هند. تمام، هاخد الشوكولاته طبعا اعمل لها حمام مائي بالطريقه العاديه خالص. ولو عندك اير فراير بقى هاتيها، حطيها في حاجه تكون بتدخل الفرن عادي. تمام، تحط لها معلقتين من الزيت وتدخليها الاير فراير لمده 3 دقايق على 170، تسيح في ثواني. وانت كده ايه ما خدتش مجهود خالص في دي بقى من استخدامات الاير فراير. الناس اللي عايزه تسيح الشوكولاته في الاير فراير، التكايه دي حلوه قوي، اعمليها هتسهل عليكي كتير. ده كمان بالنسبه للشوكولاته البيضاء برضو هجيبها واحطها في الفراير في لمده 3 دقايق على درجه حراره 170، وهتسيح هتسيح على طول ما شاء الله عليها، وتبتدي تشتغلي بيها على طول، تحشي بيها البيتي فور بالشكل دوت. وبعدين تحطيه بقى في الفرماسيل، وتحطيه بقى في شوكولاته دارك، شوكولاته بيضاء زي ما انت حابه. حطيه في طريقه كمان للتشكيل، انت خلي صف كده معدول والصف التاني مقلوب، وتحطي معلقتين المربى في كيس تلاجة عادي، وهاتي كده ايه الطرف بتاعه والحرف بتاعه دوت، تبتدي ايه قصي حته صغيره كده، وحطي على كل واحده كده ايه قطعه من المربى. تمام، وتقلبي على طول من دي لدي، يبقى انت كده خلصتي البيتفور على طول. الحشو بتاعه في ثواني هتخلصيه، وكده تبتدي بقى تغطسيه في الشوكولاته، في جوز الهند زي ما انت حابه اعمليه. ولو عجبك الفيديو واستفدتي حاجه، يا ريت تحطي لايك وتسيبي لي كومنت لطيف منك. مع السلامه.